بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. فآل الأمر إلى معاوية وهو أول ملوك المسلمين. أما الأربعة الذين قبله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فهم خلفاء، وهو أول ملوك المسلمين رضوان الله تعالى عليه وارضاه، وهو معاوية بن أبي سفيان ابن حرب ابن أمية بن عبد شمس. قلنا آل الأمر إلى معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه بعد أن تنازل الحسن بن علي رضوان الله عنه وعن أبويه عن الخلافة. ومعاوية من بيت شامخ وهو بني أمية، وبنو أمية بن عبد شمس كانوا فرسي رهان مع بني هاشم أعداء أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الثغرة انسل منها بعض الناس، فاتهم معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبني أمية بأمور جزافا لشيء كان في الجاهلية. والنظرة هذه النظرة غير منصفة، بل بتعبير أوضح نظرة باطلة، ذلك أن ما كان في الجاهلية كان عاما، فالاقتتال والصراع الذي كان قائما في الجاهلية نعم كان قائما، لكن الإسلام أذهبه وأزاله. ولهذا قبل الناس أن يرقى بلال على الكعبة، وقبل الناس أن يتولى أبو بكر. يعني هؤلاء لو قرأوا بإنصاف لعلموا أن أبا بكر من بني تيم، وبنو تيم وإن كانوا من قريش إلا أنهم لم يكونوا بتلك الحظوة مثل بنو هاشم وبنو أمية وبني مخزوم. لكن مع ذلك لفضل الصديق ولأن تلك الأمور الجاهلية الحمية الجاهلية أزيلت سلم الناس لفضل الصديق رضي الله عنه، لا لفضل قبيلته. يعني ليس لأن قبيلته ذات شأن وبال عين صديقا، عين أمير خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما عين نصب بويع خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان عليه من عظيم الصفات، ولأنه أفضل الأمة لا علاقة بأحداث الجاهلية بها. هي كذلك في حكم معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولي معاوية حكم 20 سنة تقريبا، كان رضي الله تعالى عنه ممتلئ اللسم، ووصف بالحلم، وهي أعظم مناقبه. قال له إن بين الناس شعرة، إذا شدوها أرخيتها، وإذا أرخوها شددتها، والناس إذا طاروا وقعت، وإذا وقعوا ضرت. وقال كلمة والله لا يقولها إلا الملوك النابغون، قال لست بخيركم ولكني خير لكم. سبحان الله. لست بخيركم أنا أعلم، يقول معناها أن في الصحابة اليوم من هو أفضل مني، لا أجحده، لكن قلما يكون فيكم من يضبط الأمر مثلي تجتمع عليه الكلمة، والناس يحتاجون إلى رجل تجتمع عليه الكلمة. لست خيركم ولكني خير لكم، والناس يريدون ما هو خير لهم. وفعلا جمع الله جل وعلا عليه الكلمة، وقد قلت هو أول ملوك المسلمين. وأنا أحاول أن أبتعد عن قضية السياسة، لكن أجدها تغلب. أنا أردت أن يكون الحديث تاريخيا اجتماعيا اقتصاديا، لكني سأحاول الآن بعد أن فرغت من الأربعة الراشدين، لأن الأربعة الراشدين لهم هيبة، ولا أستطيع أن أقحم أحداث الناس وأخبار المجتمع وأنا أتحدث عن الكواكب الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم. لكني الآن بعد وفاة معاوية رضي الله تعالى عنه وانقضاء مع الصحابة ممكن نتكلم في الأشياء الاجتماعية. معاوية رضي الله عنه قلنا كان أعظم ما فيه، هي مناقب عديدة لكن أعظمها حلمه ومعرفته كيف يراضي الناس. فلما جاءه أحد أبنائه يريد أن يهبه دم عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، وعبد الرحمن كان شاعرا وكان يتغزل في ابنة لمعاوية أو أخت لمعاوية، فجاء أحد أبناء معاوية ابن معاوية يزيد أو أحد أقاربهم بني أمية يشتكي إلى معاوية وأنت أمير المؤمنين وهذا الرجل يتكلم. هذا رجل قال ماذا قال إنها كذا جميلة، قال نعم قال إنها جميلة. قال إنه يقول إنها وإذا نظرت في نسبها وجدتها من بيت يعني شامخ مكنون، قال والله هي كذلك. كل ما قال بيت خرجه، إلى أن قال فأخذتها إلى مكان كذا مشيت معها، قال أما هذه كذب، ما قال ما يمكن.
قال طيب ماذا الحل؟ قال إنك إن يعني أخذت تجادل وحكمنا عليه وما بين ذلك زاد الأمر شاع في الناس، وأنت تعرف أختك أنها حصان رزان، وأن أنا أمير المؤمنين لن يصل إليها، يعني بأمر عادي ممكن أن يعالج الموضوع بأحسن من هذا. وهذا حلم وعقل في آن واحد، لأن الحلم بلا عقل لا ينفع، مع أنه ذو سلطة وذو مكان يستطيع. نعم. وهذا هو الحلم مع كمال العقل. فلما دخل المدينة جيء له بابنة لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا يعني الحق بإنصاف، يعني معاوية رضوان الله عليه من يقرأ تاريخه وتصرفه في الأحداث يعجب مما أتاه الله جل وعلا من الحكمة والدهاء والحلم الذي ينبغي أن يكون الملوك متصفين به. وكان من دهاة العرب. نعم. فلما دخل جاءت ابنة عثمان تشتكي إليه كذا وكذا 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 وكذا، فقال كلاما جميلا، يعني أنا ما أستطيع أحارب الناس لأن أباك قتل، لكن خير لك أن تكوني ابنة عم أمير المؤمنين، يعني مهما كان عزوة لك أن يصبح أن عثمان ومع بينهما قرابة، أن تكوني ابنة عم أمير المؤمنين، يعني لن تضامي، ما تريدينه من الدنيا غالبا سيأتيك، فعلى ما تفتحين على نفسك أبوابا أنت في غنى عنها. يقولون إنه كان في قصره فجاءه كتاب من عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وكان عبد الله بن الزبير في المدينة، وأن لمعاوية كان أرض في المدينة، فالعبيد الذين يعملون عند معاوية كأنهم تجاوزوا الحد ودخلوا على أرض عبد الله بن الزبير، أخذوا منها نخلا أو زادوا في حد الأرض أو يعني تسلط دنيوي. فبعث عبد الله بن الزبير إلى أمير المؤمنين أو إلى معاوية، وقال له إن خدمك وعبيدك فعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا، وربما كان في الخطاب شيء من الحدة، فأراد أن يعلم ابنه، أخذ الخطاب وأعطاه يزيد. قال ما تقول يا بني؟ يزيد أنا ذاك كان شابا، قال أرى أن تبعث بجيش أوله عنده وآخره عندك يأتونك برأسه. لا إله إلا الله. قال وغير ذلك يا بني؟ قال هو ذاك. نادى الكاتب يا كاتب، قال نعم يا أمير المؤمنين. قال اكتب من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير، قد جاءني كتابك وساءني ما فيه، واعلم أنني قد وهبتك الأرض والخدم والعبيد الذين فيها. فكتب إليه عبد الله بن الزبير الحمد لله الذي أنعم على أمير المؤمنين بهذا العقل الوافر الذي أحله في قريش هذه المكانة. فبعث لما وصل الكتاب إلى معاوية أعطاه قال اقرأ يا بني، هؤلاء هم الملوك. الإنسان كلما استطاع أن لا يكون له خصوم دل هذا على كمال عقله. ويقولون عن أحد الناس يصفون دهاءه، قالوا لم يكن له عدو في العلانية ولا صديق في السر. وهذه لا أدري كيف تجتمع يعني من أعجوبة الدهاء، ولا أدري الآن أنا أقرأ من قديم وتتراكم يعني. والإنسان ضعيف مع الحل والترحال وكثرة الأقوال، لا بد يعني أن الإنسان يسهو ينسى يتعجل. ضعف، نسأل الله أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. فالمهم ذكروا في رجل قالوا لم يكن له عدو في العلانية ولم يكن له صديق في السر، يعني لا يوجد أحد هو يبثه كل ما عنده، ومع ذلك لا يوجد أحد يعاديه علانية. طبعا قد يوجد من يعاديك خفية، لكن الناس تقول قد أجلك من يعصيك مستترا. إذا عدوك لا يستطيع أن يجهر بعداوتك هذا يدل على أنك حكيم، على أنك قوي، على أنك غالب. لن تسلم من هؤلاء محال، لكن ما دام لا يستطيع أن يجهر بها، لا يستطيع أن يؤذيك، لا تفتح على نفسك باب. يقول الشريف الرضي ولا تفتح أو لا تنبش الداء العضال فتندم في أشياء لا تنقب عنها، يعني خذ ما صفى ولا تفتح أبواب. الناس الصالحون منهم الذين عبدوا ربهم، خيره نازل وشرهم إليه صاعد. هذا مع ربهم جل جلاله، مع يقينهم واعترافهم بأنه المنعم عليهم. فكيف أنت الذي يرونك ندا لهم أو أنك بخستهم حقهم أو ظلمتهم أو شاركتهم في رزقهم؟ فلا بد للعقل أن يفقه هذا ويعرفه ويتعامل باللين والحسنى مع
أمكن، لكن لكل شيء موضع، وليس هذا بيان تفصيله. حديث الآن عن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في زمنه لم يكن مجال الشعر الجرير والفرزدق قد ظهر بعد ذلك. حج رضي الله تعالى عنه وأرضاه ودخل المدينة وصعد منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جعل المنبر 9 درجات. المنبر كان 3 درجات فجعله 9 درجات وكسى المنبر، وهو المعمول به الآن. منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 9 درجات، وقد كان في زمن النبوة 3 درجات. هذا معاوية بن أبي سفيان على وجه الإجمال أول ملوك المسلمين وأعظمهم وأفخرهم، وهو أخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة. لم يكن له من الأبناء كما قلنا إلا يزيد، وهو من أم يقال لها ميسون، ويقال إن ميسون هذه لما تزوجها رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونقلها إلى قصره لم تألف حياة الترف. طبعا ليس الترف بمفهوم المعاصر، بس بقياسا على أن ميسون كانت في البادية في خيام الشعر والضعن تستخفونها يوم ضعنكم يوم إقامتكم. كان أبوها وأهلها وإخواتها وأعمامها ينتقلون، لم تتعود. فلما جاءت هذا أمير المؤمنين ومجاور للروم، فكان يحب أن يملأ أعينهم فيظهر في عزوة وفي أنفة على ما تظهر به الملوك عادة. فلما دخلت القصر والحياة وكان معاوية رضي الله عنه جسيما، فيقولون إنها قالت أبياتا تتكلم فيها عن تحن إلى ديار أهلها، وأنها لم ترضى بهذه الحياة ولم تقبلها. وقالت ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليف. وأبيات أخر ذكرت فيها حنينها إلى ديار قومها. ويروى أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه طلقها بعد ذلك وردها إلى أهلها. ولا يحفظ فيما أعلم تاريخيا الآن أنه كان له ابن غير يزيد رضي الله عنه. لما مات فوق 70 كان عمره، جاء الضحاك بن قيس رضي الله عنه، وكان يزيد غائبا. كان الضحاك أمير من قادة جيش معاوية، خرج للناس. طبعا ما كان المسجد الأموي مبني، هذا في عهد الوليد، في المسجد الذي كانوا يصلون فيه. فقال إن معاوية حبل من الله مده ما شاء ثم رفعه، يعني مات، وهذه أكفانه، وإنا مدرجوه فيها ومخلون بينه وبين عمله. من أحب أن يشهد معنا صلاة الظهر أو العصر فليحضر، يعني سنصلي عليها الظهر والعصر، مثل ما يعرف الآن بالبيانات عندما يموت الزعماء. قال إن معاوية مده الله ما شاء له أن يمده، وروى أن يزيد قال هذا ثم قبضه، وهذه أكفانه. فليس في الإسلام تعظيم عند الموت، تعظيم الموت في نفسه مصيبة، وهذه أكفانه وإنا مدرجوه فيها ومخلون بينه وبين عمله. وإن ما أحب أن يشهد معنا صلاة العصر أو الظهر فليشهد، يعني سنصلي عليه الظهر أو العصر. فوقع هذا وصلي عليه رضوان الله تعالى عليه، وولي الأمر بعده ابنه يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان.